تخيل معايا رجلين بقرة بيتحولوا لأكلة ملهاش زي. الكوارع يا جماعة أكلة القلوب الجامدة والمزاج العالي. بس بقى يجي هنا السؤال، مين بقى أي لاعب فكر ياكلها؟ وإزاي أصلا جاله قلب يعمل كده؟ تعالى أما أحكي لكم أصل الحكاية فيها إيه. الحكاية بدأت مع ناس ما بيعتقوش حاجة في الذبيحة، أهي دي بقى كانت ثقافة منتشرة في كتير من الحضارات القديمة، زي الفنانين في مصر والأتراك زمان. كان يقول لك إيه بقى؟ طول ما الاكل فيه خير كله يتاكس. والناس اللي بدات تاكل الكوارع شافوا ان الشوربه بتاعتها كنز للصحه والقوه. من ناحيه صحه هي الصراحه صحه. مشكلته بقى ازاي جالهم قلب ياكلوا رجلين البقر؟ كان عندهم فكره بقى ان هم مش عايزين يسيبوا حاجه تضيع منهم. الناس دي يا جماعه كانوا بيقدروا قيمه كل جزء في الحيوان. الصراحه هم عندهم حق، والكوارع دخلت في المطبخ العثماني الاول، وبعدين اتنقلت فيه لحمه في مصر، بس احنا وديناها في حته تانيه. حتى اسال مسلم الجعويد، شوربه بقى، طبيخ، طواجن، فتة كوارع. استنى بقى خد لي معلقتين شوربه كوارع. اهي دي بقى الشوربه اللي ستي وستك كانوا بيقولوا عليها تشيل الهم والبرد مع بعض.